تا 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 تا. قبل اي حاجة وقبل ما نفتح العلبة، عايزة اشكر البنوتة القمر اللي جابت الهدية الجميلة دي لروزي. بجد الهدية جميلة قوي يا جماعة، وعجبت روزي وعجبتني انا اكتر من روزي. وهقول لكم دلوقتي ايه، وهقول لكم كمان الهدية عبارة عن ايه. الهدية عبارة عن جهاز قمر قوي. هو ان احنا نتحكم في اكل القطط عن بعد. يعني اقدر ان انا اقدم لروزي الاكل بتاعها وانا بقى قاعدة تحت اللحاف، وانا قاعدة تحت البطانية، وانا في اوضة تانية. وده بيحصل عن طريق بلوتوث ما بين الجهاز وما بين التليفون بتاعي. تمام. بنزل على التليفون بتاعي برنامج خاص بالجهاز، والاتنين كده بيوصلوا من بعض، وبيبقى التليفون بتاعي عبارة عن ريموت كنترول للجهاز. بقدر بقى من خلاله كده وانا قاعدة في اي مكان ان انا اتحكم وانزل لروزي الاكل. هجربه معاكم دلوقتي. انا ما عنديش دراي فود، بس هجربه معاكم مؤقتا بالبسكوت القططي اللي موجود مع جده. خدته منه كده كنوع ايه من التجربة بس، وطبعا طلعت روزي عشان ما تشمش الريحة ولا حاجة. نسيت اقول لكم حاجة لذيذة قوي في الجهاز، وهو فيه مسجل صوت. بصوا، ده زرار مسجل صوت. اقدر ان انا اسجل صوتي، ولما الاكل ينزل الصوت ده يطلع مع نزول الاكل. طبعا انا استخدمته اول ما جه، وهوريكم انا سجلت الروزي ايه لما الاكل بينزل. وتعالوا يلا بينا. ادي التليفون اهو بتاعي، وادي البرنامج. وبصوا بقى هنا في اختيارات كتير. عايزه الاكل ينزل مره، مرتين، 3 مرات، زي ما انت عايزه. فانا هجرب معاكم دلوقتي ايه لحد كده 3 مرات ونشوف. تمام. ادي اول مره اهو، وهضغط بقى على الزرار واقول له ايه، نزل يلا الاكل الازوزه. يلا تعالي كل، يلا اوزو، زي ما انتم شفتم الصوت كمان اللي انا مسجلاه لروزي طلع معاه نزول الاكل. تعالوا بقى نجربه تاني ونخليه مثلا ينزل لها وجبتين. يلا بينا. ادي الموبايل اهو، وهطلب منه ان هو ينزل لها وجبتين. بجد عسل قوي يا جماعه. عايزه اجربه معاكم كتير. تعالوا نجربوه مره تالتة وخليه ينزل لها 3 وجبات. بجد عجبني قوي يا جماعه، خصوصا مثلا في فصل الشتاء، او ان انا في اوضه تانية، او والدتي انا مش موجوده ووالدتي مثلا موجوده. انا نزلت لها الابليكيشن على التليفون بتاعها، ان هي مثلا تقدر برضو عن بعد مش قادره تتحرك ان هي تنزل لروزي اكل في الجهاز. ميرسي جدا يا حبيبتي على الهديه القمر دي. وروزي كمان بتقولك ميرسي قوي قوي قوي، وربنا يخليكم ليها يا رب كلكم. بجد يا جماعه انتوا حبكم لروزي حب بدون مصلحه، وده احلى حب في الدنيا.